ليه حاسس إنك فقدت شغفك؟ أو بمعنى أصح أنت حاسس إنك مش محتاج أي حاجة أو ما عندكش شغف لأي حاجة أصلا. فاكر آخر مرة كنت متحمس فيها بجد كانت إمتى؟ يعني مش مجرد فرحان شوية وخلاص، لأ، حماس بجد. تصحى من نومك، تتعلم، تنجح، تخطط، تنظم، ترتب، تدور، تعمل كل حاجة. أنت عندك حماس وعندك شغف لحاجات كتيرة قوي. هل فاكر دي كانت آخر مرة إمتى؟ للأسف عايز أقولك إن في ناس كتيرة جدا لا هي حزينة ولا منهارة ولا مكتئبة ولا متضايقة ولا تعبانة، ولكن عادي، عايشة حياتها عادي جدا. بمعنى ان هي مش فارقة معاها حاجة، والايام بتجري والايام شبه بعض، والنهاردة زي بكرة زي بعده، والايام عمالة بتعدي ومش فارق معاهم اي حاجة. حتى الحاجات اللي كانت بتفرحهم جدا وبيتمنوها ما بقتش فارقة معاهم، ولا حاسينها ولا عاوزينها اصلا. المشكلة الخطيرة هنا مش في كل ده، الاخطر في كل ده ان الانسان بيبتدي يفكر ان المشكلة فيه هو. زي من كام سنة شاب داخل الكلية بتاعته اللي كان بيحلم بيها. أول سنة كان متحمس جدا يقرأ ويبحث ويتعلم ويذاكر وينجح، ومش بس كده، ده بيذاكر لأصحابه وشخصية مميزة جدا. ربنا كرمه بعد كده اتخرج من الكلية بتاعته ودخل اشتغل في شغلانة حلوة جدا كان بيحلم بيها، ولكن قطر الحياة سحبه وابتدى يعمل نجاحات ويعمل إنجازات وحاجات كتيرة جدا لحساب شركات ولحساب الحاجات اللي كان بيشتغل فيها. فجأة صحي الصبح قال جملة غريبة جدا: أنا فين من كل ده؟ قال برضو جملة تاني: أنا بعمل كل ده ليه؟ عشان كده عاوز أقول لك مش الأخطر إن الإنسان يبتدي يجري في قطر الحياة وقطر الحياة يسحبه في حاجات كتيرة جدا، ولكن الأخطر إنه القطر يكون سحبه في حاجات هو مش عارف هو مكمل فيها ليه. أنا مش عارف أنا بشتغل ليه، أنا مش عارف أنا بنجح ليه، أنا مش عارف مميز في إيه، أنا مش عارف. ده أنا ماشي وسايب نفسي للحياة بتزقني والحياة سيئاني زي ما هي عايزة. عشان كده في مفهوم في علم النفس اسمه بيرن اوت، الاحتراق النفسي. وللأسف في ناس كتيرة بتفسر إن الاحتراق النفسي هنا هو عبارة عن شغل كتير وضغط شغل وحاجات كتيرة جدا بتبقى ضغط الإنسان، وللأسف مش هو ده الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي الحقيقي اللي بجد هو إنك تبذل مجهود وتنتج حاجات كتيرة جدا وتشتغل شغل كتير جدا من غير ما تحس بقيمة اللي أنت بتعمله ولا تحس إن ليه معنى أصلا. هو ده الاحتراق النفسي. تخيل واحد بدأ شغله وشغل كويس جدا، سوشيال ميديا، النجاحات، تخطيط، بيبتدي بعد كده يرجع من كل ده ينام، تاني يوم يصحى الصبح يرجع يعيد نفس اللي عمله تاني، وهكذا بكرة زي بعده زي بعده زي بعده، مش حاسس بقيمة حاجة من اللي هو بيعمله ده. عشان كده الإنسان مش بيتعب من الشغل الكتير قوي، الإنسان بيتعب أكتر من الشغل المتكرر بنفس الشغل من غير قيمة ومن غير معنى للي هو بيعمله. عارف المشكلة الحقيقية اللي بجد هي فين؟ مش المشكلة ان بعض الناس فاقدين الشغف، على قد ما ان بعض الناس دي هي فاقدة الاتصال بنفسها اصلا. لان دول من سنين قوي بيبتدوا يسمعوا الناس عاوزة ايه، المجتمع عاوز ايه، الاسرة عاوزة ايه، عمره ما قعد يسمع هو عاوز ايه، لانه للاسف بيحاول يراضي المجتمع والناس وعمره ما بيحاول يراضي نفسه. زي بنت حققت كل حاجه كان نفسها فيها، هي من وجهه نظرها حاسه ان كل الحاجات دي لما توصل لها هي كده مبسوطه جدا، وظيفه كويسه، مرتب كويس، شغل كويس، حياه كويسه، لكن في النهايه قالت جمله صعبه جدا رغم كل اللي هي فيه ده ورغم كل اللي وصلت له ده. قالت: انا مش فرحانه ومش حاسه بالنجاح اللي كنت متوقعه. للاسف هنا بيوصل لحاجه في علم النفس اسمها هيدونيك ادابتيشن، اللي هي التكيف النفسي. بمعنى ان الانسان لما بيوصل للحاجات اللي هي صعب يوصل لها وان هو بيحلم بيها، مجرد ما يوصل لها بيحسها حاجات طبيعيه وحاجات عاديه جدا، ويبتدي بقى يدور على حاجه جديده. كل ما يوصل للحاجه الجديده اللي كان بيحلم بيها يوصل برضه الهيدونيك ادابتيشن اللي هو التكيف النفسي، وبيحس ان الموضوع عادي فبيدور على حاجه جديده ويفضل يلف في نفس الدايره. عشان كده السعاده ما بتجيش من النجاح والانجاز بس، على قد ما هي بتيجي اقوى وافضل بكتير جدا لما تحس بقيمه ومعنى اللي انت بتعمله بجد. عشان كده عايز اقول لك حاجه نفسيا كده في علم النفس، ان الانسان مش بيموت لما قلبه يقف، على قد ما الانسان بيبتدي يفقد المعنى ويفقد الشغف، اللي هو بيفقد المعنى والقيمه لكل حاجه بيعملها، بتحس الانسان بيبتدي يدبل واحده واحده
ويبتدي يتراخى. الحاجة الأخطر بقى إن مش يمكن أنت بقى فاقد شغفك ولا أنت مرهق ولا أنت تعبان. المشكلة الحقيقية اللي لازم تعرفها إنك أنت ممكن تكون عايش حياة مش بتاعتك ولا شبهك ولا تبقى مناسبة معاك. عشان كده بطل تسأل نفسك وتقول ازاي ارجع شغفي وازاي انا احس ان انا اكون انسان مش مطفي. في الحقيقة لازم تبدل السؤال بسؤال تاني، انك اول حاجة ترجع لنفسك وتسأل نفسك سؤال: ايه اكتر حاجة بتستنزفك من جواك قوي؟ وايه اكتر حاجة تكون هي السبب اللي استنفذت كل شغفك اصلا؟ عشان كده بقى ارجع لنسختك القديمة، ارجع وانت صغير كان نفسك في ايه؟ بتحلم بايه؟ بتعمل ايه؟ اكتر حاجة بتستمتع بيها في حياتك هي ايه؟ وابتدي اشتغل على نفسك وابتدي اشتغل على الحاجات اللي انت حاببها واللي انت عاوزها، مش اللي المجتمع عاوزها. واعمل حاجة واحدة لنفسك كل اسبوع، مش للناس ولا للشغل ولا للفلوس ولا للمجتمع، اعملها لنفسك. شوف حاجة نفسك فيها وبتحبها جدا وبتستمتع بيها وبتعيد طاقتك لنفسك كل اسبوع على الاقل. اعمل حاجة واحدة لنفسك وبطل تجري في قطر الحياة وتسابق في قطر الحياة في حاجات كتيرة جدا انت مش عارف انت رايح على فين. لو انت راكب قطر والقطر ده فاتك وانت مش عارف انت رايح فين، اقف فورا وارجع لنفسك فورا واسأل نفسك انا عاوز ايه ورايح فين، عشان تحس بالشغف اللي بجد، انك انت فعلا تحس بقيمة الحاجة اللي انت بتعملها. لان المشكلة الحقيقية اللي لازم تعرفها انك انت ممكن ما تكونش فقدت شغفك على قد ما تكون فقدت نفسك. عشان كده لازم ترجع لنفسك وتفوق لنفسك وتقعد مع نفسك وتشوف انت مين وفين ورايح فين وشغال لمين وبتتعب لمين. عشان كده شغفك هيرجع لك لما تعرف انت فين وشغال فين ورايح فين وتحس بقيمة اللي انت بتعمله وتحس بمعنى الحاجات اللي انت بتعملها بجد، مش شغال وسايب نفسك وما تعرفش انت رايح فين. ممكن تكون انشغلت وسط قطر الحياة بتكوين شخص، بتكون في شخصية الناس عاوزاه والمجتمع عاوزه، ونسيت اهم حاجة انك تكون الشخص اللي انت عاوزه اللي هو انت. وافهم نفسك مع زكريا تدرس.